جميله جدا. مخلل الطماطم انا بحبه جدا جدا جدا، خصوصا لما تكون الطماطم رخيصه، بيبقى طعمه في منتهى الروعه. جنب اي اكل بتحبي فيه طماطم، غير الميه بتاعتها اللي بخللها بيها بتكون ليها طعم مميز. الميه بتاعتها بحطها كده، اشربها، تبقى جميله جدا بالميه. يلا بينا نشوف الطريقه، يلا معايا. طبعا المكون الرئيسي في مخلل الطماطم لازم تكون جامدة، وكمان النوع بتاعها يكون حلو، النوع اللي هو ما يكونش فيه سوائل ياما، وافضل نوع اللي انا وريته لكم. اول حاجه نجيب برطمان مغسول كويس ومتعقم، نحط الخل فيه، فنجان خل او 4 معالق خل. وهنا التخليل الطماطم بيعتمد على الخل والسكر. بحط معلقتين سكر ونص معلقه كبيره ملح وميه، بزود الميه شويه وبعد كده اقلبهم لغايه ما كل المكونات تختلط مع بعضها. وبعد كده ببدأ احط الطماطم بالشكل اللي انتوا شايفينه، احط الكمية كلها وبعد كده ابدأ ازود المية لو عايزة مية. على فكرة المية لازم تكون يا من الفلتر يا اما مغلية قبل كده، عشان المواد الكيماوية اللي بيحطوها في المية عشان تحافظ عليها ممكن تبوظ اي مخللات. وعلى فكرة مش مخلل الطماطم بس اللي تحطيله المية المفلترة او المغلية، اي مخلل بتعمليه. وهنا بقى في البرطمان كويس وبحطه اسبوع، لمدة اسبوع بره التلاجة او جوه التلاجة، وكده بيكون جاهز. ممكن تعمليه وتحفظيه كمخلل من المخللات الجديدة في شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. طبعا عملنا مخلل الطماطم، هو يمكن تستغربوها شويه، طعمه في منتهى الروعه. جربوه. طبعا في ناس بتعمله بطماطم تكون خضراء، بيبقى اطعم واطعم، بس انا بحبه بالطماطم اللي هي الحمراء. طبعا ممكن تحطيه جنب اكلاتك، ممكن تعمليه، ممكن لو ما فيش طماطم عندك ممكن يبقى جميل جدا لو هتعمليه كصلصه، تطلعيه وتحطيه في الخلاط وتضربيها عادي. لو طماطم غاليه، ساعات الطماطم بتبقى غاليه جدا، يعني ممكن توصل ل 30 40 جنيه، فبتبقى جميله جدا لو هتعمليه كده وتحطيه. هي بتقعد فتره كبيره قوي، خصوصا لو حطيتيها ميه سخنه بتغلي وقفلتيها، هتتحفظ معاكي. ممكن تقعد معاكي شهر. ممكن تحطيها في الثلاجه يعني عادي، مش هيحصل لها اي حاجه. جميله جدا. مخلل الطماطم بحبه جدا جدا جدا. بحبه بالاكتر كمان مع الرنجه، باكلها جنب الرنجه لان فيها طبعا حاطين سكر فمسكره شويه، وكمان فيها حموضه. جنب كمان بصل اخضر او بصل مقطع، بحط عليه حبه خل كده عشان يضيع اي ريحه فيه. شكله عامل ازاي؟ طبعا بيبقى جميل جدا جدا. عايزه اوريكم بعد ما فتحته، شايفين طعمه بيبقى جميل جدا. بس ما تعدوش ياما عشان الطماطم ما تبقاش زي ما انتم شايفين كده اهو. جميل جدا. وبحب كمان الميه بتاعتها، بحطها كده اشربها، تبقى جميله جدا بالميه. جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات، وكمان يا ريت لايك ومشاركه مع اصحابكم عشان يستفيدوا. وكانت معاكم مها القناوي، مع السلامه.